أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتكم ترتمير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى عايزاك تحط كده شخص في بالك، حبيب، كراش، اي حد حتى لو كنت منفصل عنه. شوف النوايا بتاعته ليك ايه في الفترة دي، مشاعره ليك دلوقتي. هنعمل تهكير كده لقلبه وعقله، نشوف بيفكر فيك ازاي، هل هياخد معاك خطوات. طبعًا حتى لو الشخص ده بقى لك فترة ما بتتكلمش معاه، ممكن برضه القراءة تنفع عليه. القراءة طبعًا هنعملها بطاقة الأحرف، أحرف اسم الحبيب أو الشخص اللي أنت هتحطه في بالك، من أول حرف أو أول حرفين من اسمه. وكمان للي حابب يختار بالكروت هيبقى معايا دي القراءة رقم 1 ودي القراءة رقم 2. واللي بقى أول مرة بيزور القناة يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد باقدمه عندي في القناة. واللي حابب يحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم التواصل في صندوق الوصف، والأحرف برضه هسيبها لكم في صندوق الوصف. ويلا بينا على طول نبتدي بالقراءة الأولى، ونشوف أهم حاجة في القراءة الطاقة بتاعتك انت دلوقتي، علشان طبعا تشوف القراءة مناسبة معاك ولا لأ. ملقتش الطاقة ماشية معاك أو مناسبة معاك، ممكن تشوف القراءة التانية الطاقة بتاعتك انت دلوقتي. طيب أنا شايفة في الطاقة بتاعت الناس اللي اختارت القراءة دي، واضح كده ان انت زي كأنك عاوز تعمل تغيير في حياتك. واضح ان انت زي كأنك عايز تتعرف على اشخاص جديدة. ممكن كمان تكون انت بتحاول الفترة دي ان انت تعمل صداقات، ان انت تروح اماكن جديدة، تتعرف على حاجات جديدة. ممكن يكون لبعضكم بالفعل انت بدأت في حاجة زي كده، يعني ممكن تكون انت دلوقتي ابتديت تفكر بطرق مختلفة غير اللي كنت بتفكر فيها قبل كده. ممكن تكون بتعمل دلوقتي توسعات للطاقة بتاعتك لعقلك، بتشوف المواضيع من منطلق جديد، يعني غير ما كنت بتتعامل مع الناس بالأسلوب اللي فات. يعني زي كأنك بتطور من ذاتك وبتطور من نفسك. كمان شايفاك ان انت في زي قرار مفروض ان انت تاخده دلوقتي، لكنك انت متردد. يعني ممكن يكون في حاجة مفروض ان انت تعملها لكنك انت متردد شوية. آمم، ممكن كمان يكون القرار دوّة أنت خايف تزعج بيه شخص تاني، يعني ممكن يكون في لبعضكم أنت ممكن تكون متزوج أو أنت في علاقة ارتباط، وأنت عاوز تخرج من الارتباط دوّة لكنك أنت خايف على الطرف التاني اللي معاك. ممكن كمان تكون بتدعي ربنا كتير إن ربنا هو اللي ينوّر بصيرتك، وربنا هو اللي يعني يعمل لك الصح في الموضوع اللي أنت فيه دوّة. ممكن كمان تكون أنت دخلت في عمل لكن أنت حاسس إن أنت مش مبسوط فيه، فأنت عاوز تشوف حاجة تانية، لكن أنت خايف تسيبه علشان خايف على مشاعر الناس اللي حواليك. يعني خُدها بقى على حسب القصة بتاعتك، أنت في حاجة عايز تعملها أو خطوة عايز تخطوها لكنك خايف على مشاعر طرف آخر معاك، تمام؟ شايفاك كمان إن أنت زي كأن لبعضكم مستني تخرُّج أو مستني حاجة جديدة تحصل في حياته، أنت عايز بداية جديدة عمومًا يعني. أكتر حاجة شاغلة طاقتك إن أنت عايز بداية جديدة في حياتك. واضح إن أنت التغيير شيء أساسي طاغي على شخصيتك الفترة دي، تغيير في كل حاجة بقى، في ملامحك، في تفكيرك، في أسلوبك، كل حاجة. مم. واضح كمان إن أنت حاسس إن أنت مقيد في حاجة، مش بقولك أنت عايز تخرج من حاجة، حاسس إن أنت مقيد فيها، وزي كأن أنت خلاص زهقت. حاسس ان انت عاوز تنقذ نفسك من الموقف اللي انت فيه، عاوز تحرر نفسك، عاوز تنطلق، عاوز الحرية، عاوز تسافر، عايز تغير. ممكن كمان تكون انت عايز تغير العلاقة اللي انت فاتح لها قراءة دلوقتي. يعني انت حاسس ان انت القراءة دي العلاقة اللي انت فيها دي محتاجة لتغيير، وانت اللي هتبتدي بالتغيير دوت. فهي دي الطاقة بتاعتك، طاقة التغيير، طاقة الانطلاقة، طاقة ان انت عاوز تغير وضع انت فيه مش عاجبك. انت عاوز تاخد خطوات لكنك خايف على مشاعر الاخرين، تمام؟ طيب الشخص بقى اللي انت حطيته في نيتك دوت، ايه هي مشاعره ليك في الفترة دي؟ بيفكر فيك ازاي؟ مشاعره ليك ازاي؟ اه، الشخص دوت لو مفيش كلام ما بينكوا فواضح ان هو في مشاعره الان. انا شايفة ان في اشتياق ليك، يعني لان هنا العاطفة هي اللي بتحركه. واضح كده ان الشخص دوت عايز يجي يتكلم معاك او عايز يقولك ان انت وحشتني.
الشخص دوت زي كأنه بيراجع التفاصيل بتاعة حياتكم مع بعض الفترة دي، وزي كأنه زي كأنه استوعب إن أنت مش موجود معاه دلوقتي، أو إن أنت مبتعد عنه، أو في ابتعاد في العلاقة دي. الشخص دوّة زي كأنه بيدوّر عليك جوّه نَفْسه، يعني اللي هو مش لاقيك، يعني عمّال يدوّر عليك، منتظرك حتى إن أنت ترجع وتكلّمه. الشخص دوّة بيفكّر فيك يعني بكل هدوء وكل يعني كده تأمُّل. الشخص دوّة زي كأنه بيدعي ربنا إن العلاقة دي ترجع تاني. الشخص دوّة زي كأنه برضه باصص عليك من بعيد لبعيد، زي كأنه يعني عاوز يقول لنَفْسه لأ، يعني إحنا مفتقدينه، أنا مفتقده، أنا حاسس إن حياتي مش ماشية تمام. مشاعره ليك مشاعر حُب، مشاعر اشتياق، مشاعر لهفة عليك، شايفاه إن هو عايز ييجي يتكلّم معاك، عاوز ييجي يعترف لك بمشاعر جوّه قلبه، فمشاعره ليك مشاعر حُب، تمام؟ طيب الشخص دوّة بيفكّر فيك إزاي؟ تعالوا بس ناخدها لكم من الكروت التانية ونشوف الشخص دوّة بيفكّر فيك إزاي في الفترة الحالية. بيفكّر فيك إزاي، شايفك إزاي؟ إمم. الشخص ده شايفك إن أنت جميل وحد يعني يعني كل حاجة فيك مميزة. شايف إن أنت مش محتاج إن أنت تغيّر من نَفْسك أي شيء، هو أنت كده عاجبه كُلّك على بعضك. الشخص دوّة شايفك إن أنت بذلت كتير في العلاقة دي، لكنّك أنت زي كإنّك زهقت وبعدت وحسّيت بقى إن أنت خلاص جِبت آخرك من العلاقة دي. علشان كده هو بيقول لنَفْسه ده الوقت اللي المفروض أنا أدّي فيه بدل من أنا آخُد. عشان كده هو شايفك إن أنت استحملته كتير، صبرت عليه كتير، وزي كأنك ابتعدت عنه. واضح كده للبعض أنت اللي هتكون ابتعدت عن الشخص دوّة، أو اديته ضهرك بعد ما زهقت وطلّع عينك، فهو دلوقتي ابتدى بقى يجري وراك تاني. الشخص دوّة ممكن يكون برضه لبعضكم فيكم توأم شُعَل على فكرة، يعني ممكن تكون دي قصة الهارب والمطارد، تمام؟ فالشخص دوّة بيفكّر فيك إزاي؟ بيفكّر إن أنت حد كويس جدًا، إن أنت مش محتاج إن أنت تغيّر حاجة من نَفْسك علشانه، إن أنت بذلت كتير في العلاقة دي، لكن هو كان مستهتر في العلاقة. طب إيه خطواته القادمة معاك الشخص دوّة؟ إمم. الشخص دوّة زي كإنه هيرجع ليك تاني، لو أنتم ما فيش ما بينكم كلام أو في ابتعاد. الشخص دوّة عاوز يرجع لك تاني، عايز يقول لك صدّقني وصدّق في حُبّك ليّا. أنا زي كإني هاوفّر لك الأمان. ده خطواته القادمة معاك، يعني هتحس إن هو فعلًا بيوفّر لك الأمان، وعايز يحسّسك بالأمان طول ما هو موجود، عايز يقرّب ليك تاني الشخص دوّة. هتحس بمشاعر كده من ناحيته، أو تحس إن هو جاي لك بصورة جديدة ومختلفة. الشخص دوّة هيبقى راجع لك وهو ندمان عليك، يعني اللي هو هيبقى حَس بقيمتك. هتحس إن هو ابتدى يقرّب ليك، ممكن يبتدي يعمل أفعال علشان يحسّسك إن هو عايز يرجع لك تاني، عاوز العودة تاني لحياتك. يعني الشخص ده خطواته ليك القادمة إن هو هيبقى في تقدمات منه ليك، عايز ياخد معاك قرارات سريعة في إن هو يرجع لحياتك تاني. وهتحس إن هو إنسان واضح وصريح من غير أي كذب، من غير أي خداع أو لَوَع معاك. الشخص ده مشتاق لك جدًا، بيفكّر فيك. الشخص ده دايمًا عينيه عليك، دايمًا بيراقبك. الشخص دوّة مفتقدك، و زي كإنه خلاص يعني هياخد القرار بقى إن هو يرجع ويتكلم معاك ويعترف لك بكل المشاعر دي. إيه الأبراج اللي معايا؟ معايا برج الميزان، معايا برج الثور، وكمان في برج العذراء، في كمان برج الدلو، في قوس، وفي برج الحمل في القراءة رقم 1. فأنا باشكركم جدًا، جدًا. أصحاب الاختيار رقم 2 أهلًا وسهلًا بيكم معايا. تعالَ نشوف كده على طول الطاقة بتاعتك أنت، علشان تشوف القراءة دي منطبقة معاك والّا لأ. الطاقة بتاعتك أنت. إمم. طيب واضح كده إن أنت زي كأنك بتفكّر في سفر للخارج، أو عايز تتنقّل لسفر للخارج، أو أنت بتفكّر في حد هو مسافر للخارج. زي كأنك بتفكّر عايز تروح له، أو عايز المسافات اللي ما بينكم تقرّب شوية. واضح كمان إن أنت حاسس إن أنت خسرت الشخص دوّة، أو أنت عمّال تبُص عليه في الخفاء ودايمًا قلقان عليه، أو أنت حاسس إن العلاقة ما بينكم زي كأنها رايحة لتدمير، أو العلاقة بتنهار.
واضح ان انت حاسس ان انت خسران الشخص دوت، وكأنك مفتقده جدا، مفتقد قربه ليك، حاسس ان الحياة سودة من غيره، او حاسس ان الدنيا مش ماشية تمام. كمان شايفاك ان انت عايز تقوي مادياتك شوية، عايز تثبت لنفسك وتثبت للناس الاخرين ان انت تقدر تحقق اهدافك، وان انت فعلا دي الحاجة اللي شاغلة بالك دلوقتي، ان انت عاوز تربح ماديات، وان انت عايز ان انت ممكن تكون عايز تعمل شهرة لنفسك، ان انت عاوز تعمل عمل تمسك من خلاله قرش او مادة، ان انت يبقى عندك من الاموال. كمان شايفاك ان انت في الطاقة بتاعتك دلوقتي ان انت الشخص دوت مسيطر عليك سيطرة كلية، يعني واضح كده ان لو هو مش موجود في حياتك فده عامل لك طاقة سيئة جدا جدا، بتحس ان انت الحياة كلها باردة ملهاش اي طعم. الشخص دوت لمجرد ان انت بس بتشوفه من بعيد لبعيد او بتسمع عنه اي خبر، ده لوحده بيعمل لك حالة من السعادة، بيخليك داخل في مود فرحة، ان انت بتبقى بتحس كده ان الدنيا رجعت نورت تاني اول ما بتشوف اي حاجة من الشخص دوت. فدي الطاقة بتاعتك انت علشان تعرف القراءة منطبقة معاك ولا لا. طيب الشخص دوت ايه هي مشاعره ليك في الفترة الحالية؟ هل هو كمان بيفكر فيك وبيبادلك شعور الحب ولا انت بس؟ نشوف. الشخص ده دايما كده عنده انطواء او عزلة، الشخص ده دايما بيحب يبتعد، يعني ممكن يكون كتير معاك اون اوف، على طول بيبتعد ويقرب يبتعد ويقرب، يعني شخص مش مستقر على حال، لكنه شايفك او هي شايفاك ان انت حد مؤثر فيه في مختلف جوانب حياته. يعني انت برضو بالرغم من ان ممكن يكون في بعد ما بينكم او عدم كلام او العلاقة مبتعدة فيها ابتعاد شوية دلوقتي، لكن انت برضو بتأثر فيه، دايما بيتذكرك الشخص دوت. الشخص دوت في مشاعره ليك شايف ان الوضع الحالي فيه لازم حاجات كتير لازم تتغير في العلاقة دي علشان تكونوا مع بعض. ممكن يكون فيكوا اختلافات، ممكن يكون فيكوا مثلا حد مسافر، في اختلاف في الأماكن، فهو شايف ان العلاقة دي يعني محتاجة ان انتوا تعملوا فيها مجهود كبير جدا علشان تكونوا مع بعض. هو شايف ان انتوا في بعد ما بينكم كبير جدا، دي اكتر حاجة طاغية عليه او مسيطرة عليه، ان في بعد ما بينكم، مسافات، بعد تفكير، بعد في العلاقة. الشخص ده كمان شايفك ان انت كنت حد دايما كده حريص على ان انت تطمن عليه، ان انت دايما كنت واخد بالك منه، فمشاعره ليك مشاعر اللي هو ايه، عارف لما تحس ان في حد كده بيعزك وان هو مش قادر يستغنى عنك حتى لما يكون في بعد ما بينكم، هو ده مشاعره ليك دلوقتي. الشخص دوت عنده قلق في حياته الفترة دي، ممكن يكون بيبتدي بدايات جديدة، البدايات دي مأثرة عليه شوية، ممكن يكون بيغير حاجة في نفسه الفترة دي. الشخص دوت مشاعره ليك شايفة ان هي مشاعر حب، لكنها مش بالقوة اللي انت متخيلها. الشخص دوت لسه عاوز يعرف عنك حاجات كتير، الشخص دوت لسه عاوز يقرب منك اكتر، لانه هو حاسس ان فيكو حاجات كتير لازم تفهموها عن بعض. ممكن يكون فيكو حد عارف التاني من خلال السوشيال ميديا، علشان كده هو حاسس ان انتوا فيكو حاجات كتير ما تعرفوش عن بعض، وده بالفعل الواضح لي ان انتوا الاتنين ممكن يكون فيكو حاجات انتوا مش قايلينها لبعض اصلا. طيب الشخص دوت شايفك ازاي او شايفك ازاي؟ الشخص ده ممكن يكون شايفك ان انت في عروض تاني في حياتك الفترة دي، لكن انت محتفظ بيه، يعني هو شايف ان انت برضو محتفظ بيه بالرغم ان ممكن يكون في حد تاني في حياتك غيره. الشخص دوت عارف ان انت دايما بتشتاق له، عارف ان انت دايما بتحن له، الشخص دوت عارف ان انت متمسك بيه بالرغم ان زي ما بقولك كده في عروض تانية غيره في حياتك. او مش بقولك، شايفك ان انت دايما محتفظ بيه، شايفك ان انت دايما متمسك بيه، شايف ان انت بتحبه، على فكرة هو عارف ومتأكد ان انت بتحبه الشخص ده. طيب ايه هي خطواته القادمة ليك في الفترة القادمة؟ يعني هو بيفكر يعمل ايه معاك، او بيفكر ياخد خطوة ايه معاك الفترة الجاية؟ طيب حلو، الشخص ده ناوي ان هو يرجع ويتكلم معاك تاني، بس هيكون صريح معاك شوية، يعني هيقولك ان احنا عاوزين نتعرف على بعض اكتر، فينا حاجات كتير عاوزين نفهمها. ولو دوت شخص انتوا كنتم متزوجين، على كانت دي علاقة ارتباط رسمي زواج فيها اطفال وكده، الشخص دوت عايز معاك بداية جديدة، وعايز معاك رجوع تاني علشان لو في اطفال او حاجة زي كده. الشخص دوت بيفكر فيك ان هو عايز يقرب ليك، كل واحد يصارح التاني بالخبايا اللي عنده، وان انتوا كل واحد يعترف للتاني بالاسرار اللي انتوا مخبينها على بعض،
وتبتدوا مع بعض بداية جديدة تاني من غير أي خداع أو أي مثلا أسرار تكون ما بينكم. الشخص دوت هيرجع لك تاني، أو هو بيفكر في كده فعلا، لكن هيرجع لك بصورة مختلفة، يعني بطريقة تفكير مختلفة. الشخص ده ممكن يكون بيبين لك ان هو مش مهتم او ان هو مش بيبص عليك، لكن هو بيبين عكس اللي جواه. الشخص دوت بيفكر فيك، بيراقبك، عاوز يرجع لك تاني، لكن هيرجع لك بكل وضوح وكل صدق. هتحس ان هو صريح معاك اكتر. تمام. الابراج اللي معايا بقى في القراءة دي، انا معايا هنا في برج الاسد، وكمان في برج الحوت، وفي برج الجدي، وفي عذراء، في برج الميزان، في دلو، وفي جوزاء في القراءة دي. فأنا بشكركم جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعموني بزر اللايك وفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.